في الفيديو ده هنعرف مع بعض ازاي تنظم الايميل بتاعك وتنضفه من جميع الايميلات اللي فيه وتخلي الانبوكس هنا فاضي. ويعني ازاي تنظم الايميل، يعني مثلا لو في ايميل معين انت عايز الرسائل اللي بتيجي منه تيجي في مكان مخصص ليها، من غير يعني ما تيجي في الانبوكس هنا وسط الرسائل الكتير دي، يعني الرسائل المهمة بتاعتك. فهنشوف مع بعض ازاي نعمل كده، فيلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أول حاجة كده هنتكلم في كام نقطة على السريع، اللي هي مثلا هنا القائمة اللي على اليمين دي انت عايز تخفيها أو تظهرها، بتضغط هنا على الثلاث شرط اللي فوق دول فبتظهر وتختفي معاك. انت لو خفيتها كده وجيت بالماوس عليها هتظهر معاك هنا وتختار القائمة اللي انت عايزها. طيب انا دلوقتي عايز اغير الخلفية بتاعة الجيميل بتاعي. يعني انت دلوقتي الجيميل عندك ظاهر باللون الابيض، مش ظاهر زي ما هو ظاهر عندي كده دلوقتي. فانا هضغط هنا على علامة الترس دي وهاجي هنا في التصميم واختار الخلفية، يعني اختار هنا عرض الكل مثلا وتختار الخلفية براحتك يعني اللي انت محتاجها. انا طبعا مختار الخلفية اللي هي الخشب دي. ممكن لو اخترت اي خلفية تاني، مثلا لو اخترت الخلفية دي هتلاقيها اتغيرت معايا كده، لكن انا بحب الخلفية دي وحاسسها مريحة للعين وحاسسها شيك كده يعني. فانا هعمل الغاء وانت تختار الخلفية براحتك. في هنا كم نقطة تاني برضو في علامة الترس دي، هنا مثلا انك تختار التطبيق اللي يشتغل معاك على الجيميل، جوجل ميت او جوجل شات. في تاني انك مثلا هنا تلقائي او عادي ومكثف. طيب ايه الكثافة دي؟ الكثافة دي انك لو اخترت عادي دي هتلاقي هنا يعني مثلا هنا الميل ظاهر بالحاجات اللي مبعوثة فيه، يعني هنا مثلا مبعوثة صورة، انا لو ضغطت عليها هتظهر معايا هنا. هنا لو اخترت عادي هتلاقي الصورة او اللينك اللي جاي في الميل مش هيظهر معك هنا. لو اخترت مكثف طيب هيضغط لي المسافة اللي ما بين الرسائل وبعضها. طبعا انا هرجعها تلقائي تاني. طيب هنا تحت زي ما قلنا هنا الخلفية، وهنا نوع البريد تلقائي برضو. هنا نوع الترتيب بقى بتاع الرسائل في الانبوكس. هو هنا تلقائي طبعا بيجيب لك الرسالة اللي جايه في الاخر الاول يعني، لكن هنا لو اخترت الرسائل المهمة اولا هيجيب لك الرسائل اللي هي جايه من غير يعني في مواقع بتبعت لك اعلانات وكده، هو هيجيب لك لا الرسائل المهمة اولا في الترتيب بتاع الرسائل. طب الرسائل غير مقروءة اولا هيجيب لك الرسائل غير مقروءة. الرسائل المميزة بنجمة اولا هيجيب لك الرسائل اللي انت ميزتها بنجمة قبل كده، يعني عملت قدامها هام بنجمة. وهكذا بقى تشوف انت عايز تبدأ بأنهي رسائل، فممكن تخليها تلقائي زي ما هي. بعد كده في عندي لوحة القراءة. لوحة القراءة في عندك بلا انقسام، يعني هو جايب لك الميل كده كامل زي ما هو. اما لو اخترت انقسام هيجيب لك هنا، انا هختار هنا انقسام فاختار مثلا هنا يسار وهقفل. بيجيب لك هنا انك تيجي هنا تضغط على الرسالة، هنا ممكن تصغر او تكبر في المسافة يعني ما بين الجزئين. فيجيب لك هنا يعرض لك الرسالة اللي انت هتختارها من هنا من غير ما يطلع من، مثلا لو اخترت الرسالة دي هيجيب لي الرسالة هنا ويعرضها لي. فانت ممكن بقى تختار الوضع ده او الوضع ده فاللي يريحك يعني. فانا هرجعها تاني زي ما كان بلا انقسام. طيب ايه اللي تحت دي اللي هي سلسلة الرسائل الإلكترونية اللي هي عرض المحادثات. العرض المحادثات دي لو ضغطت عليها هيجي يقول لك قاعد تحمله كده، فانا هسيبها زي ما هي لانها مهمة. عرض المحادثات دي هو مختارها هنا، بيجيب لك الرسائل، يعني لو انت عملت ريبلاي على رسالة او حد عمل ريبلاي على رسالة قبل كده فهو بيجيب لك الرسالة اللي قبل كده او الرسائل اللي اتعمل عليها ريبلاي قبل كده. يعني مثلا انا هختار هنا ده حد بعت لي رسالة، فدي كلها رسائل قبل كده على نفس العنوان معمول عليها ريبلاي، فهو جايبها لك هنا في عشان انت معلم عرض محادثات. اما لو مش معلم هنا في عرض المحادثات مش مختارها دي مش هيجيب لك الرسائل اللي قبل كده، فانت هتوه بقى في اللي هو بيرد على انهي رسالة بالظبط. فدي مهمة جدا يعني في اللي هي عرض المحادثات، وهتلاقيها هي يعني اوريدي متعلمة عندك الا لو انت حبيت تشيلها. هاجي بقى لحتة ان انا عايز اخلي الرسائل اللي بتجيلي من ايميل معين تجيلي في مكان مخصص او في فولدر لوحدها. هعمل كده ازاي؟ هاجي هنا عند التصنيفات دي واضغط على علامة الزائد. هختار هنا اسم الفولدر او المكان اللي انا عايز الرسائل اللي بتجيلي من الايميل ده تجيني فيه. فانا هسمي الفولدر ده مثلا شغل واختار هنا انشاء. ظهر معايا هنا. تقدر بقى تخليه بلون معين، مثلا تختار لون التصنيف وتخليه باللون ده مثلا. هاجي بقى انا عايز انقل رسائل بتاعة الشغل عندي في الفولدر اللي انا عملته ده، والرسائل اللي تجيلي في المستقبل برضو تجيلي عندي هنا في الشغل.
طيب هاجي مثلا للميل ده مثال، هضغط هنا على الثلاث نقاط دول، هختار فلترة الرسائل الشبيهة بهذه، هاجي هنا هختار انشاء فلتر. اول حاجة هختار تجاوز البريد الوارد ووضعها في الارشيف، اختار اول حاجة دي عشان ما يجيليش في البريد الوارد، هيجيلي مباشرة في الفولدر اللي انا عملته اللي هو الشغل. بعد كده هختار هو يجيني فين، يعني هنا اختيار تصنيفتي، هختار هو يجيني فين. ممكن تعمل تصنيف جديد، فولدر جديد، او تختار الفولدر اللي انت عملته قبل كده، انت اصلا مجهزه يعني. بعد كده هختار تطبيق الفلتر ايضا على محادثة مطابقة واحدة. الاختيار ده هيخلي لي كل الايميلات اللي جايه لي من الايميل ده هتتنقل مباشرة للفولدر اللي انا عملته اللي هو الشغل. هختار هنا انشاء فلتر، مباشرة هو هنا نقل لي الرسالة للشغل. طبعا هي رسالة واحدة اللي كانت جايالي، فعشان كده هي ظهرت هنا رسالة واحدة. في برضو هنا انك ممكن تقدر تعمل تصنيف داخل التصنيف نفسه، يعني مثلا انا شغلي ده اقدر اعمل تصنيف تاني تحته، يعني بالداخل الشغل اعمل كذا تصنيف تاني. فهنا اضافة تصنيف فرعي هختار مثلا، هكتب هنا شغل هام واختار انشاء، هتلاقي التصنيف ظهر معاك هنا. ممكن تعمل بقى كذا تصنيف. طب انا عايز انقل الرسالة دي لشغل هام، ممكن اعلم عليها كده واختار هنا نقل الى، واختار هنا شغل هام، كده هي اتنقلت عندي في الشغل هام. طيب لو انا عايز احذف التصنيف ده، هاجي هنا في 3 نقاط واختار ازالة التصنيف، او التصنيف العام ممكن اجي هنا برضو في 3 نقاط هختار هنا ازالة التصنيف. طيب انا كده عملت الفولدر بتاعي واخترت الخلفية بتاعة الجيميل واخترت الشكل اللي هيظهر بيه الرسائل هنا والدنيا دي. في عندي مثلا تاني ان انا عايز افضي البريد الوارد ده، اخليه فاضي، يعني اي رسالة جيني جديد تبقى ظاهرة لوحدها هنا. طبعا هنا هتحتاج منك مجهود شوية انك تفضل تدخل ايميل ايميل، يعني انا هدخل ايميل ده واختار هنا ال3 نقاط دول، واختار فلترة الرسائل شبيهة بذلك، واضغط هنا بحث. جاب لي كل الرسائل اللي من الموقع ده. انا مثلا بالنسبة لي الموقع ده ملوش لازمة، هضغط هنا على علامة الصح دي، على المربع ده هتظهر معي علامة الصح، واختار هنا حذف. اول ما تختار حذف هيحذف لك كل الرسائل دي، وهكذا تدخل ايميل ايميل علشان تختار وتحذف الرسائل. في حاجة تاني انك بقى تنسى الماضي وتيجي هنا مثلا، يعني عند اي موقع مثلا هنا هختار كامبلي، هتيجي هنا تختار انه الموقع ده ما يجيلكش رسائل منه تاني، تختار هنا الغاء الاشتراك، هتضغط الغاء الاشتراك طبعا، فكده الموقع ده مش هبعت لك رسائل تاني. في حاجة تاني انا كنت بعملها، انه الرسائل اللي انا شايفها مهمة عشان ما تتوهش وسط الرسائل دي بعلم عليها علامة النجمة. فاول ما اعلم عليها علامة النجمة هي جات لي في الرسائل المهمة. لو جيت ضغطت هنا في الرسائل المهمة بتظهر معايا الرسائل اللي انا معلم عليها وعاملها مهمة، يعني ممكن علامة النجمة او العلامة اللي جنب النجمة دي. يعني مثلا العلامة اللي جنب النجمة دي لو ضغطت عليها يقول لك تم وضع علامة مهمة. فكده انت خليت الرسائل اللي انت شايفها مهمة بالنسبة لك في برضو يعتبر في فولدر لوحدها اللي هي الرسائل المهمة. في حاجة تاني انك مثلا رسالة معينة او ايميل معين جالك وانت عايز قبل ميعاد معين تفتكر الايميل ده ربما تنساه، يعني فهعمل كده ازاي؟ هاجي هنا هدخل على اي ايميل، مثلا انا هدخل على الايميل ده، هتيجي هنا على علامة الساعة دي وهيجيب لك هو اختيارات ثابتة عنده. بيقول لك لاحقا اليوم يعني الساعة 6 ولا بكرة الساعة 8 الصبح ولا الأسبوع اللي جاي ولا نهاية الأسبوع القادم ولا كده. تختار ممكن أي اختيار من هنا، شوف أنت عايزها إمتى، أو تختار هنا اختيار التاريخ والوقت. فهنا بتحدد الوقت والساعة وفي أي وقت يعني براحتك. طيب أنا هنا هختار أي حاجة عشان أوريكم بس الرسالة هتروح فين بعد ما انا اخترتها. يعني هختار هنا مثلا لاحقا اليوم، الرسالة هتختفي هنا عندي من البريد الوارد وهتلاقيها ظهرت معايا هنا في المؤجلة. هدخل هنا في المؤجلة والاقيها ظهرت معايا. طب عايز ارجعها تاني للبريد الوارد، هعلم عليها كده وهاجي هنا نقل الى، واختار هنا البريد الوارد. نصيحة هنا برضو انك يعني لو بتقدم بايميل على شغل معين
او على وظائف، فالايميل ده لازم تخليه للوظائف بس. يعني انت ايميل للوظائف تخليه محدد ليها، يعني ما تخليهوش لكل حاجة. فانت ايميلك بتقدم بيه على شغل تخليه للشغل، علشان ما يضيعش عليك فرصة انترفيو او اي فرصة شغل تكون يعني متاحة ليك. كده انا هوقف لحد هنا، وان شاء الله هيبقى في فيديو تاني لخدع وتركات كده بسيطة في الجيميل، هتسهل عليك حاجات كتير وهتفيدك في استخدام الجيميل. لو كنت استفدت بأي حاجة في الفيديو ده ما تنساش اللايك والسبسكرايب في القناة، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.